أنا مرعي الشبلي إداري حي الشيخ مقصود والأشرفية المجلس العام. للأسف يعني آه في الآونة الأخيرة توفى طفلين في حي الشيخ مقصود. بعد النتائج والكشف الحقيقي لهذا الموضوع تبين بالناس أن الطفلين توفوا نتيجة البرد الشديد والبرد القارس، فلم يتحملوا هؤلاء الأطفال البرد وتوفوا نتيجة البرد. للأسف هذا وضع الشيخ مقصود، حصار مطبق من كل النواحي. يعني أصبح الشعب في مأزق حقيقي، وخاصة البرد يعني ما له حل. هناك أطفال وهناك أطفال سوف تذهب إلى المدارس للأسف، وإن ظل الوضع على هذا الحال سيزداد كمية الوفيات. في عنا رجال كبيرين بالسن أيضا لا يحتملوا موضوع البرد، فالحي محاصر. كنا نناشد ونقول دائما بأن الحي محاصر، ولكن حتى الآن للأسف لا أذان صاغية لهذا الحصار. حصار مطبق على حي الشيخ مقصود بالأدوية، لحتى نحن محاصرين بالأدوية ومقومات الحياة. للأسف إذا كانت قانون قيصر يحاصر الحكومة السورية، ويوجد قيصر سوري أيضا يحاصر الشعب السوري، ويوجد قيصر سوري المعابر، ويوجد قيصر تجار، كلهم يحاصرون الشعب السوري للأسف. وهذا ما في الفترة الأخيرة أن الوضع يزداد سوء، خاصة يعني محروقات. معقول يعني بفصل الشتاء ما في محروقات؟ عم نشوف الشعب بلش يعني حوادث. يعني نحن لحتى كبار السن، يعني اليوم الشهر الماضي أنا حسب علمي أني توفى قسم كبير من الشعب بالشيخ مقصود نتيجة تقارير. كانوا كبار السن يعني لحتى الآن بس. ولكن أنا بقول من موضوع المسؤولية بأن هؤلاء الأشخاص توفوا نتيجة البرد. نناشد كل من صاحب من له باع في هذا الموضوع أن يتولى هذا الأمر. نحن شعب محاصر في الشيخ مقصود. الشيخ مقصود تزيد عن 26 ألف عائلة، يعني بحدود 150 لل 160 ألف شخص موجود بالشيخ مقصود. نعاني من الحصار ومن البرد القارس. نوجه نداءنا إلى كل إنسان له ضمير يسمع صوتنا بأن يلبي طلبنا لحي الشيخ مقصود.